اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. اللهم كن معي في بكاء الليل ولا تجعلني من أصحاب الويل. يا رب فقد ضاقت الأسباب وأغلقت الأبواب، فردنا إلى الصواب وأبعد عنا الهم والغم والاكتئاب يا رب. يسعد أوقاتكم بكل خير. زي ما انتم شايفين شريت بعض الخضرة، راح إن شاء الله نخزنها مع بعض، وراح أعمل المخلل مع بعض، وراح أعمل دبس الفليفلة الحمرة مع بعض. تعالوا تشجعوا معانا. اليوم كله فيديو كله نشاط وحيوية. طبعا أنا مش راح أعمل كل هذه الأشياء لحالي، هطلب مساعدة من بناتي راح يساعدوني بالخضرة. انتوا عارفين المساعدة حلوة بتوفر وقت. هنا قاعدة بفرط خليت البنات يعملوا الفاصوليا يقطعوها، وهنا راح افرجيكم تقطيعة الذرة. بس هذه المرحلة تكونوا حذرين يا جماعة عشان ما تنجرحوا. انا الصراحة انجرحت، بس هذه بحب افرطها بكل سهولة، بتتفرط معايا. شايفين سطر سطر بكل سهولة بتتفرط معايا. من النص بتكون هيك زي اشي طري، بتلفي السكينة كذا لفة بتنك. شايفين تنقسم معاكي بكل سهولة، بتصير تفرفطيها سطر سطر. بس تكونوا حذرين في المرحلة هذه. وهنا راح اعمل كمية كلها وهخلي البنات يكملوها. غليت مية. انا لما بدي افرز الخضرة كلها بحط سكر وملح، وبخليهم يغلوا هيك كذا غلوة. كل الخضرة، اي خضرة بدك تفرزيها يا جماعة ضيفوا سكر وملح. هنا بفرجيكم اني كيف انجرحت من الذرة، يعني كونوا حذرين في المرحلة هاي. هنا جبت جرادة الخضرة، غسلتها كتير كويس وصفيتها برضو كتير كتير كويس. راح افرمها. انا هذه لا غنى عنها في كل شهر، لازم تكون موجودة عندي بالفريزر. يعني اكتر حاجة بستخدمها في الخضرة الجرادة الخضراء، كتير بستخدمها، بحب نكهتها وطعمتها في الاكل كتير طيبة اكتر من البقدونس. هنا زي ما انتم شايفين فرمتها وبحطها في علبة بالفريزر، بتضلها معاكي كتير حلوة. والبقدونس نفس الشغلة، غسلته كتير كويس وصفيته كتير كويس، وراح افرمه واحطه في علبة وهحطهم بالفريزر. الاشياء هذه لا غنى عنها في الشهر كله، ما بنقدر نستغنى عنهم. والحلو انك تفرزيها بتلاقيها بكل سهولة بالفريزر. هنا راح افرز الذرة نفس الشغلة، ضفت سكر وملح وبخليها تغلي مش كتير، بس كذا غلوة، يعني من غلوتين ل3. وبتشيليها عطول. اول ما تشيليها بتحطيها بمية باردة عشان تعمل صدمة انها ما تكمل استواءها. اي نوع خضرة تخليه يغلي كذا غلوة وعطول بتضيفيه بمية باردة. شايفين انا ضفتها بمية باردة عشان انها تعمل صدمة للخضرة وما تكمل استواءها. وهيك خلصت من الذرة والفاصوليا والبقدونس والجرادة. والجزر نفس الشغلة برضو. الجزر دير بالكم، الجزر احنا ما بنغلي كتير، بس غلوة ضفت عليه ملح وسكر وغلوة واحدة وبشيله بمية باردة عشان ما يكمل استواء. وهنا الفليفلة بقطعها زي ما هي، ما بحط عليها اسفة، ما بعملها على النار ولا بقلبها ولا بحطها بمية مغلية، لا زي ما هي بفرزها. بحطها بكياس وبفرغ الكياس من اي هوا، يعني احسن من انك تقلبيها، بتضل زي ما هي. هنا قطعت الخضرة. هنا الفليفلة الحمراء راح ان شاء الله اعملها دبس فليفلة. راح انشفها في الشمس، ممكن انت تنشبيها بالفرن
بتاخد معاكي تقريبا زي ساعة على نار واطية وفوق قبل ما تنشف. ما بدنا اياها تنشف تماما، بدنا فيها شوية مية عشان نعمل دبس الفليفلة. انا هنا حوفر الغازات، وعندنا الحمد لله الشمسات موجودة. راح اتركهم في البلكونة لمدة 3 ايام. هنا ما اجا مقطع الفيديو وانا برش عليهم ملح. انا برش على الفليفلة ملح وبتركها في البلكونة لمدة 3 ايام. بالليل بس هيك بغطيها بشاش، وبالنهار برفع الشاش وبخليها معرضة للشمس. هيك الفليفلة بتكون جاهزة عشان نعملها دبس. ان شاء الله بالفيديو راح تشوفوا كل التفاصيل. والفليفلة قطعتها وراح اضيفهم كلهم هدول بكياس، راح اعبيهم بكياس. راح نعمل برجر ان شاء الله. انا كل بداية شهر لازم اعمل برجر لانهم بيحبوه، بس هذه المرة مش راح اعمله بالصدر الدجاج، راح اعمله باللحمة. ضفت قسماط، وضفت معلقة كبيرة من دبس الفليفلة، وضفت عليهم البهارات المشكلة، اي نوع بهار. ضفت انا كباب وشاورما وشوية بهار بصل وتومة وفلفل اسمر وملح، ودمجت المكونات كتير كويس. وبين كيسين اي غطاية عندك بتضيفي بين كيسين زي ما انتم شايفين، وبغطي. واي غطاية عندك بتقطعيها على شكل البرجر. انا هذه لا غنى عنها، كل شهر لازم تكون موجودة عندي بالفريزر. انا كتير بحبوا البرجر، عشان هيك انا لازم كل بداية شهر اكون عاملاها. بتكون هيك اسهل لي، بلاقيها موجودة بكل سهولة. هاي شايفين الفليفلة حطيتها بأكياس، وراح افرغ الهواء كله منها وراح اربطها. بتضلها معاكي كتير حلوة، يعني تستخدميها في الطبايخ، في البيتزا، في ايش ما بدك بتلاقيها فريش. انا كنت زمان اقلبها مع شوية زيت نباتي، الصراحة ما عجبتني نهائيا. الفليفلة بيروح كل اللب، بتضلها زي القشرة. انا هذه الطريقة افضل واحسن. وهنا زي ما شايفين قشرت الجزر وقطعته، راح نعمله مخلل ان شاء الله. الصراحة هان ابو حسن ما لقى خيار صغير، فاضطريت اعمله خيار كبير، مش مشكلة. وعندنا فلفل الاخضر الحار، طلعت قورت البذر منه وقطعته زي ما انتم شايفين زي دوائر حلقات. كله هذا راح نعمله مخلل ان شاء الله. هنا على كل لتر مية، انا هون حطيت لترين وحتى ان احتاجت اكتر. انا هحكي لكم مقدار. مثلا كل لتر مية بضيف تقريبا زي فنجان من الخل، فنجان قهوة من الخل، عليه 3 معالق كبار ممسوحين من الملح، عليهم معلقة كبيرة من السكر. هذا على كل لتر من المية. وهنا ضفت معلقتين من السكر. هنا حطيت انا لترين من المية، وراح اضيف عليهم 6 معالق من الملح الممسوحين. تقريبا حطيت زي فنجانين صغار من الخل. وراح اضيف عليهم برضو كركم عشان اللون او العصفر، بيعطيني هيك اللون الحلو. وراح احركهم كتير كويس. ضفت عليهم كركم عشان يعطيك اللون الحلو. وهيك راح اعبي المرتبانات وراح اتركهم برا تقريبا زي 5 ايام
قبل ما يستووا معايا الخضار من الخيار والجزر والفلفل، وراح اضعهم في التلاجة عشان يعمل انه ما يكمل استواءه برا. عشان هيك بنحطه في التلاجة بيكون بقرمش معاكي. اذا ضل خليتيه برا هتلاقيه هيك دبل معاكي الخيار والجزر، ما بتحس هيك بالقرمشة اللذيذة، بتكون مستوي كتير. هيك بعد 5 ايام ضيفيهم بالتلاجة، بيعمل على عدم تكميل الاستواء، بتضلها الحبة مقرمشة وبكون جاهز لايش انه يتاكل. هنخس عليه المحلول وعملته كمان مرة وكملته للفلفل والخيار. هيك خلصنا المخلل، خلصنا التفريزات. هان ضيفت بس على الوجه الفلفل الأخضر زيت زيتون، بيعطيه نكهة كتير طيبة. وهيك خلصنا التفريزات اليوم. وعملنا المخلل. هيك الله يعطينا العافية عن جد. وهيك خلصنا التفريزات. وهذا الفليفلة رشيت عليها ملح، مش عافاها على اللب من جوا، رشيت ملح وضفتها بالبلكونة لمدة 3 ايام ونشفت معايا. تعالوا نشوف كيف الفليفلة بتصير بعد 3 ايام لما تنشف. هيك بتكون معانا الفليفلة، شايفين هيك بعد 3 ايام الفليفلة، شايفين بتلاقوا الحفاف هيك اتنت، اعرفوا انه الفليفلة نشفت هيك تمام للتخزين، لعملها دبس فليفلة. دبس فليفلة بتكونش فيها شوية طراوة الفليفلة، ما بدنا اياها تنشف تماما، لا بيكون فيها شوية طراوة. انا هان استخدمت الكبة بس ما نفعت معايا، ضفتها في الخلاط عشان انا بدي اياها زي المعجون. ضفت الفليفلة بالخلاط وضفت عليها ملح وزيت زيتون وخل، هدول مواد حافظة عشان تطول عندك. انا الصراحة بعملها وبحطها بالفريزر، لان احنا في غزة بتقطع الكهرباء كتير، بتضلها زي ما هي معاكي ما بتتأثر تماما. ووقت ما بدك تستخدميها بتطلعيها وبكل سهولة بتستخدميها. وهيك طحناها، شايفين كيف ناعمة، ريحتها بتاخد العقل، عن جد كتير طيبة. زيد هيك النكهة اللذيذة، ضفت عليها معلقة من الصلصة تعطيني اللون الحلو والنكهة لذيذة. مش حابة ممكن تستغني عن معلقة الصلصة، بس أنا بحب نكهتها مع دبس الفليفلة كتير كتير طيبة. وهيك خلصنا دبس الفليفلة وفرجيكم، شايفين ما شاء الله اللون والطعم بيتشهي، عن جد لذيذة. وهذا المخلل بعد 3 ايام شايفين كيف اللون صار، بلش يصير عصفار، وبلش انه يستوي معانا. كمان يومين بصير 5 ايام حيكون مستوي، وحنضيفه في التلاجة.